حياكم الله وبياكم. قصة النهاردة عن ابن كان قاعد في بيت عيلة مع أبوه وأمه، ولكنه كان متضايق وزعلان من كتر النصايح والكلام اللي بيقوله له أبوه وأمه، زي قبل ما تطلع من الغرفة طفي المروحة، التلفزيون شغال ومحدش بيتفرج عليه طفيه، شيل القلم الواقع من على الأرض ده. فكان متضايق من إن دي حاجات بسيطة وهم كل شوية بيكلموا عليها، ولكنه خلاص النهاردة آخر يوم هيستحمل فيه الحاجات دي، لأنه بكرة معاه مقابلة شخصية لوظيفة جديدة، وكان ناوي مجرد ما يستلم العمل إنه هو هيسيب لهم البيت ويسكن في مكان بعيد عنهم. وفي الصبح وقبل ما يروح المقابلة أبوه قال له جاوب على كل الأسئلة بكل ثقة، حتى الأسئلة اللي أنت مش عارفها قول إنك مش عارفها بكل ثقة وما تترددش. وكمان اداله فلوس كتير أكتر من اللي كان بيحتاجه علشان يروح المقابلة. ووصل الابن إلى مكان المقابلة، ولكنه ملقيش أي حد من حراس الأمن على البوابة، وبالرغم من إن الباب كان مفتوح لكنه لقى القفل بتاع الباب بارز من مكانه، وإنه ممكن أي حد يصيبه بأذى وهو داخل. فرجع القفل مكانه وقفل الباب ودخل، ولكنه وهو داخل كان في جنينة برا المبنى واللي كان فيها زهور ونباتات جميلة، ولكنه لاحظ إن خرطوم المية كان مفتوح وفي غير مكانه وكان هيغرق الدنيا. فتلقائي راح مسك الخرطوم وحطه في مكانه وسط النباتات. ولما وصل الاستقبال ما لقاش حد في الاستقبال، ولكنه وجد لافتة مكتوب عليها إن المقابلة في الدور الأول. فطلع على السلم، ولكنه لاحظ إن الإضاءة من بالليل لسه شغالة لغاية الصبح. فساعتها سمع كلمة أبوه بترن في ودنه: ليه سبت الغرفة والإضاءة شغالة؟ وبرغم انزعاجه من الذكرى دي لكنه دور على مفتاح الإضاءة وقفله. ولما وصل للدور الأول اللي فيه المقابلة لقى إن المقابلة في قاعة كبيرة وعدد كبير منتظر يعمل المقابلة، وقال في نفسه: هل ممكن يكون لي نصيب في الوظيفة وسط الأعداد دي كلها؟ لكنه لفت انتباهه إن يافطة الترحيب اللي جنب باب القاعة مقلوبة، فبكل تلقائية راح عدل اليافطة، الطبع يغلب التطبع. فلما دخل القاعة علشان ينتظر دوره وجد إن كل الحاضرين موجودين في الصفوف الأمامية في القاعة، والصفوف الخلفية ما فيهاش حد خالص، وبالرغم من كده المراوح فوقيها لسه شغالة. فسمع كلمة أبوه للمرة التانية بترن في ودنه، واللي كان بيقول له: ليه سايب المروحة شغالة في الغرفة وهي ما فيهاش حد؟ فدور على مفاتيح المراوح وراح قفلها. لكنه لما قعد لاحظ حاجة غريبة، وهي إن كل واحد بيدخل المقابلة بيطلع بسرعة من الباب التاني، وبالتالي ما كانش عارف يخمن إيه اللي بيحصل داخل المقابلة. ولما جاء دوره ووقف قدام الشخص المسؤول وهو خايف ومتوتر، ولكنه لقي الشخص المسؤول بيقول له من غير ما يبص له وهو بياخد منه الشهادات: امتى تقدر تشتغل معانا؟ فسأل نفسه وهو مرتبك: هل ده سؤال خداعي في المقابلة ولا أنا فعلا اشتغلت في الوظيفة؟ بتفكر في ايه؟ سؤال من المسؤول قطع تفكيره وقال له: ما تفكرش كتير، احنا مش بنطرح اي أسئلة على المتقدمين للوظيفة، لان احنا مش هنقدر نقيم مهارات اي حد بناء على الأسئلة، وبالتالي عملنا بعض الاختبارات علشان نقيم بيها سلوك المتقدمين للوظيفة، وبدأنا نراقب التصرفات من خلال كاميرات المراقبة. فمحدش عدل قفل الباب أو رجع خرطوم المية مكانه أو طفى الأنوار أو طفى المراوح أو عدل يافطة الترحيب غيرك أنت، ولذلك قررنا أن أنت من يستحق الوظيفة. وساعتها عرف الابن أن نصايح والده وانضباط والده هو السبب أنه يحصل على الوظيفة، ورجع لبيته وهو فرحان، وقرر أنه هياخد والده في أول يوم عمل ليه. فعلشان كده لازم نكون متيقنين أن كل اللي هيقوله لك والديك من نصايح من أجل مصلحتك ومن أجل مستقبلك، ولأنهم مروا بتجارب وخبرة وحابين إننا ما نقعش فيها تاني. أتمنى تكون القصة عجبتكم والعبرة وصلت. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.